بسم الله والحمد لله والله أكبر. إن شاء الله عندي هنا بوتاجاز فريش، حاجة بفضل الله استانلس بالكامل، حاجة محترمة وحاجة تحفة وفي منتهى الجمال. عندي هنا طبعا دي بالنسبة للغطاء أو الوش الخاص بالإزاز. عندي هنا لو رفعت الوش زي ما ظاهر كده أمام حضراتكم، عندي بفضل الله التفاصيل بتتكلم على نفسها. عندي ده الشكل العام بالنسبة للبوتاجاز زي ما ظاهر كده أمام حضراتكم. لو بصيت على الوش الاستانلس العلوي الخاص بالبوتاجاز، عندي هنا بفضل الله البوتاجاز 5 عيون استانلس. بالنسبه للعرض 60 سم، ولكن بالنسبه للطول 90 سم. عندي حاجه محترمه وحاجه قيمه وحاجه في منتهى الجمال. هنتكلم بالنسبه للتفاصيل الخاصه بالبوتاجاز. عندي هنا طبعا الوش الخاص بالكوش نحاس زي ما ظهر كده امام حضراتكم. عندي هنا البوتاجاز كاس زيرو، حاجه محترمه وحاجه قيمه وحاجه في منتهى الجمال زي ما ظاهره كده امام حضراتكم. البوتاجاز استعمال لا يذكر، كان مركون عند صاحبته وما كانش شغال نهائي. عندي هنا طبعا بالنسبه للوش ده لو بصيت عليه ظهر كامل الخاص بالكوش زي ما ظهر امام كده حضراتكم، تقيل جدا وسمكته عاليه جدا وحاجه محترمه وحاجه قيمه. وعندي هنا الوش الخاص بالازاز جديد. البوتاجاز عندي استخدامه بسيط جدا. ولو بصيت على الوش الازاز وعلى العيون الخاصه بالاوكر الخاصه بالبوتاجاز زي ما ظهر كده امام حضراتكم، عندي طبعا ليه درج من تحت. ولو فتحت البوتاجاز من الداخل، البوتاجاز بفضل الله كسر زيرو بمعنى الكلمه زي ما ظهر كده امام حضراتكم. عندي هنا لو بصيت على التفاصيل من الداخل، عندي طبعا ده الوش الخاص بالباب بتاع الازاز، ما فيهوش اي مشكله بدون اي مشاكل. عندي لو بصيت على الفرن هنا من الداخل، الفرن بفضل الله بيتكلم عن نفسه، ما فيهوش اي جرح، ما فيهوش اي شيء يوحي انه كان شغال قبل كده او اي صدى او اي برومه. عندنا طبعا لو بصيت على الشوايه جديده زي ما ظهر امام حضراتكم، عندي لمبه بيانه اهي داخليه، وعندي هنا الشوايه والبوتاجاز الله اكبر شغال 200%، حاجه محترمه وحاجه تحفه وحاجه في منتهى الجمال. عندي زي ما ظهر كده التفاصيل الخاصه بالبوتاجاز. بوتاجاز بفضل الله لو بصيت على الجناب بوتاجاز ستانلس بالكامل، عندي الجنب ستانلس في ستانلس زي ما ظهر كده امام حضراتكم. وعندي دي بالنسبه للظهر، الظهر بفضل الله حاجه جديده بمعنى الكلمه. طبعا البوتاجاز بيتكلم على نفسه بالنسبه للتفاصيل العامه. عندي لو بصيت على الجنب الثاني، البوتاجاز بفضل الله ستانلس في ستانلس، حاجه محترمه وحاجه قيمه وحاجه بفضل الله محترمه جدا. طبعا البوتاجاز ده كسعر جديد عامل 10600، وبالنسبه للسعر الاقل من كده، ولكن ده الجامبو الكبير لان في منه بيعمل 9400، ولكن عندي الجامبو اللي انا بتكلم عنه ده الحجم الكبير عامل 10600 جنيه. طب انا عرضه بكام؟ انا بتكلم في 5000 جنيه، والبوتاجاز بفضل الله هتاخده مش ناقصه اي شيء، بوتاجاز كامل، بوتاجاز جميل وحاجه محترمه وحاجه في منتهى الجمال وحاجه تحفه. عندي هنا لو بصيت على الوش بدون اي مشاكل، والازاز يعني لو اي انسان خده وحابب ياكل فيه عيش هيطلع لنفسه لقمه عيش حلوه فيه، حابب ياخده على هذا الوصف الاساس يحتفظ بيه في منزله، او حابب يحطه في كرتونه ويطلعه العروسه ما فيهوش اي مشكله، لان عند البوتاجاز بفضل الله تفصيلاته كلها زيرو بمعنى الكلمه. ادي الشكل الخاص بالبوتاجاز. ولو رفعت عندي هنا الباب، طبعا الباب زي ما ظهر كده امام حضرتك. وعندي هنا لو بصيت طبعا عندي هنا عداد حراره، دي كده عداد حراره خاص بالبوتاجاز، يعني بيعد الحراره الداخليه. وطبعا دي مش التفاصيل دي مش في اي بوتاجاز الا البوتاجازات المحترمه. عندي هنا فتحت الباب، ادي الباب الخاص بالدرج زي ما ظهر كده امام حضراتكم. هقفل عندي هنا الباب. طبعا البوتاجاز بفضل الله حاجه قيمه وحاجه في تحفه وحاجه في منتهى الجمال، حاجه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. طبعا عندي هنا في زرارين هنا وقعوا مني، فانا ان شاء الله اللي هيجي مكان سكني وهيكون له نصيب ان شاء الله انا هجيب له زرارين غير اللي واقعين دول. ولكن ده الشكل العام بالنسبه للبوتاجاز، حاجه بفضل الله غنيه عن الكلام وغنيه عن الوصف وغنيه عن اشياء كتير ممكن اتكلم فيها، لان انا ما بحبش ابالغ في اي فيديو بالنسبه لاي بوتاجاز او باي سلعه او اي منتج انا بوضحه لحضراتكم. عندي التفاصيل بتتكلم على نفسها. انا حبيت افرج حضراتكم على الشوايه السفليه بعد ما شلت الوش الخاص بيها زي ما واضحه امام حضراتكم. البوتاجاز جوه زيرو بمعنى الكلمه، دي الشوايه السفليه، حاجه بفضل الله قيمه وحاجه محترمه. وعندي ادي العلويه وادي السفليه، حاجه قيمه بفضل الله. ان شاء الله كده وضحت لحضراتكم بالنسبه للبوتاجاز والشكل العام والسعر الاخير النهائي للبوتاجاز 5000 جنيه.
والله يبارك لصاحب النصيب، وان شاء الله نبص على البوتاجاز التاني. ولكن عندي بالنسبه للعرض التاني بوتاجاز فريش، حاجه تحفه وحاجه محترمه زي ما ظاهر كده امام حضراتكم في الصوره. عندي هنا الوش، طبعا البوتاجاز 5 عيون استانلس بالكامل. البوتاجاز بفضل الله التلاتة كاس زيرو. عندي هنا لو بصيت على البوتاجاز من الداخل، عندنا طبعا الاوكر زي ما واضحه امام حضراتكم، وعندي هنا الشكل من الداخل. البوتاجاز فيه مروحه توزيع للحراره زي ما ظاهره كده امام حضراتكم. بوتاجاز حاجه محترمه. ولو بصيت على الشوايه العلويه، طبعا البوتاجاز بفضل الله كسر زيرو، حاجه محترمه وحاجه قيمه. وعندي لو بصيت على الشكل الخاص بالنسبه للازاز الخاص بالباب، زي ما ظهر كده امام حضراتكم في الصوره، بوتاجاز محترم جدا في منتهى الجمال. عندي هنا انا هقفل الباب الخاص بالبوتاجاز زي ما ظهر كده امام حضراتكم. دي المنظر العام، ودي علبه تحت. عندي هنا بالنسبه للعلبه او الدرج، طبعا انا كده فتحتها. البوتاجاز بفضل الله حاجه قيمه، وبوتاجاز في منتهى الجمال. وزي ما كلمت حضراتكم بالنسبه للوصف الخاص بالبوتاجاز، عندي هنا بالنسبه للعرض 60 سم وبالنسبه للطول 90 سم. بوتاجاز جنبه حاجه محترمه وحاجه قيمه وفي منتهى الجمال، نفس وصف البوتاجاز الاول زي ما ظهر كده امام حضراتكم. عندي الجنب ستانلس بالكامل. عندي هنا لو بصيت على الظهر، الظهر بفضل الله جديد زي ما ظاهر كده امام حضراتكم. ادي الشكل الخاص بالبوتاجاز. طبعا بالنسبه للسعر الخاص بالبوتاجاز انا بتكلم في 4500 جنيه. يعني البوتاجاز الاول انا اتكلمت في 5000، البوتاجاز الثاني اتكلمت في 4500 جنيه، والنوع فريش نفس وصف البوتاجاز الاول، ولكن دي يزيد عليه في مروحه توزيع، ولكن الثاني دي يزيد عليه في عداد حراره للفرن. نوصف البوتاجاز الثالث. عندي البوتاجاز الثالث كده زي ما ظهر امام حضراتكم، حاجه بفضل الله بتتكلم على نفسها بالنسبه للوصف الخاص بيها. ادي الشكل الخاص بالبوتاجاز، حاجه بفضل الله يونيفرسال من البوتاجازات المحترمه. عندي الثلاث بوتاجازات كسر زيرو، ولكن الشكل عندي هنا طبعا القواعد الخاصه بيه للوش ظهر، وعندي ده بالنسبه للعيون العلويه. وعندي طبعا عندي هنا الازاز كامل متكامل. عندي لو بصيت على الوش الخاص بالفرن للبوتاجاز، لو فتحنا البوتاجاز من الداخل نبص على الفرن الداخلي زي ما ظهر كده امام حضراتكم، حاجه بفضل الله في منتهى الجمال، ما فيهاش اي مشكله. وطبعا البوتاجازات عندي زي ما وضحت لحضراتكم كسر زيرو. عندي هنا الشوايه العلويه حاجه في منتهى الجمال، وعندي هنا الوش من الداخل. وبالنسبه للازاز الخاص بالباب زي ما ظهر كده امام حضراتكم، حاجه محترمه وحاجه في منتهى الجمال. ده البوتاجاز الاول زي ما ظهرت كده امام حضراتكم، دي سعره 4000 جنيه. اظن انا اتكلمت في النيو فيرسال عن سعر غير مبالغ فيه، لان البوتاجاز حجم كبير جنبه، والبوتاجاز تقيل مش بوتاجاز ورق ولا خفيف وستانلس. وعندي البوتاجاز الثاني الفريش 4500 جنيه جنبه. وعندي الفريش اللي انا اتكلمت عليه في مقدمه العرض دي سعره 5000 جنيه. اظن كده ان شاء الله بالنسبه للبوتاجازات ان شاء الله زي ما ظهر امام حضراتكم في الصوره. عندي هنا دولاب مكون من 3 ظرف وثلاث ادراج، دولاب ستايل مودرن ممكن يتماشى في اي مكتب او اي لوكر او يتحط في اي مكان كاستعمال شخصي. حاجه محترمه وحاجه قيمه. عندي ده بالنسبه للظرف زي ما ظهر امام حضراتكم. طبعا عندي هنا الظرف لو بصيت من الداخل لكل ظرفه، عندي هنا بفضل الله الدواخل الخاصه بالظرف زي ما ظهر كده امام حضراتكم. دي الظرفه الاولى. عندي هنا عباره عن كام رف؟ ادي كده الرف الاول والثاني والثالث. يعني الدولاب عباره عن 3 ارفف زي ما ظهر كده امام حضراتكم. الدولاب على فكره نظيف جدا، يعني لو بصيت هنا على المفصلات ايطالي. ولو بصيت على الدولاب نفسه، عندي هنا دي طبعا دي قفل بمفتاح. عندي لو بصيت بالنسبه للدواخل والظهر الخاصه بالدولاب، الدولاب محترم جدا. وعندي هنا لو فتحت الضرفه الثانيه الخاصه بالدولاب زي ما ظهر كده امام حضراتكم، كده فتحت الضرفه الثانيه، ممكن تركب لها شماعه تتماشى اي شيء لاي انسان حابب يستخدمه. بالنسبه للدولاب ليه استخدامات متعدده. ولو فتحت عندي هنا الضرفه الثالثه زي ما ظهر كده امام حضراتكم، كده انا فاتح الثلاث ظرف من الداخل. الدولاب نظيف جدا ودولاب محترم. عندي هنا 3 ارفف، ادي الرف الاول وادي الثاني وادي الثالث. ولكن عندي الرف ده زي ما ظهر كده امام حضراتكم كل رف خاص بنفسه. وعندي هنا بالنسبه للادراج زي ما ظهر كده امام حضراتكم، ادي الدرج الاول، دي بالنسبه للدرج الاول. عندي هنا بالنسبه للدرج الثاني، عندي هنا بالنسبه للدرج الثالث زي ما ظهر كده امام حضراتكم. دولاب محترم جدا ودولاب تحفه ودولاب في منتهى الجمال. كده طبعا انا فاتح الدولاب
دولاب ستايل، حاجه محترمه جدا وحاجه جميله. عندي هنا هقفل طبعا الظرف ونبص على الدولاب، الوش والظهر الخاصه بالدولاب. عندي هنا لو بصيت على الجنب، دولاب بفضل الله خالي من اي خرابيش، خالي من اي كسور. عندي هنا الظهر، طبعا الدولاب بفضل الله بيتكلم على نفسه بدون اي مشاكل في الخشب، بدون اي شيء تعيب الدولاب. الدولاب ما فيهوش اي مشكله. عندي الدولاب بفضل الله محترم جدا. وعندي طبعا المفصلات ما فيهاش اي مشكله، ومفصلات في منتهى الجمال. ادي المنظر العام بالنسبه للدولاب، والسعر للمره الاخيره 700 جنيه ان شاء الله. بالنسبه للعرض الاخير زي ما ظاهر امام حضراتكم، عندي هنا ثلاجه بالنسبه للنوع زانوسي، وبالنسبه للقدم 14 قدم، من الانواع النادره في السوق. عندي الثلاجه دي نو فروست، كسر زيرو بمعنى الكلمه، لان الثلاجه ما اشتغلتش عند صاحبتها، كانت مركونه. الثلاجه بفضل الله بالنسبه للتفاصيل الداخليه، لو بصينا عندي هنا هفتح الباب بالنسبه للتفاصيل. طبعا عندي هنا الباب بتاع الفريزر، دي الشكل من الداخل. عندي الشكل تحفه بمعنى الكلمه. وعندي الثلاجه هنا بخار نو فروست. عندي طبعا الباب الخاص بالفريزر. الثلاجه عندي كسر زيرو بمعنى الكلمه. لو بصيت طبعا عندي هنا طبق للتلج، وعندي هنا طبق جرار تاني بيتحط في قلبيه تلج بيخرج مكعبات. عندي هنا طبعا دي بالنسبه للفريزر. الثلاجه عندي هنا نو فروست. لو فتحت الباب السفلي بالنسبه للثلاجه، الثلاجه بفضل الله بحالتها، ثلاجه في منتهى الجمال وثلاجه تحفه. عندي الادراج هنا كامله، لان الثلاجه اصلا ما استعملتش، يعني ما اشتغلتش سنه كامله على بعضيها. الثلاجه بفضل الله حاجه كسر زيرو بمعنى الكلمه. ولكن الضمان الخاص بالثلاجه مش معايا. هل هي مفعله ضمان؟ الله اعلم، انا ما سالتش صاحبتها او الاخت اللي انا خدتها من عندها. ولكن عندي الثلاجه هنا نو فروست 14 ادم، حاجه محترمه وحاجه في منتهى الجمال زي ما ظاهره كده امام حضراتكم. وعندي هنا الكيس في الجنب زي ما ظاهر كده امام حضراتكم. بالنسبه للكيس اللي يظهر ان الثلاجه ما اشتغلتش اصلا. عندي الظهر الخاص بالثلاجه زي ما موضح كده في الصوره. عندي لو بصيت على الموتور، الموتور هنا متبرشم تبرشيمه المصنع، مفيش اي صنايعي حط ايده فيها، لان عندي الثلاجه هنا محتفظه بالشحنه الخاصه بشحنه بلادها، بالشحنه الخاصه بالمصنع. عندي طبعا الثلاجه بفضل الله كسر زيرو. عندي هنا الثلاجه على تايمر، وعندي هنا الانبوبه الشعريه الكابيلاري والفلتر. عندي طبعا مفيش اي ايد لعبت فيهم، لان عندي هنا متبرشمه، وهنا نفس النظام متبرشمه. عندي لو بصيت على الجنب الثاني بالنسبه للثلاجه، الثلاجه بفضل الله حاجه محترمه وحاجه في منتهى الجمال. الثلاجه عرضها بسعر بسيط جدا، لان الثلاجه لو عند اي صنايعي او اي تاجر عارضها هيطلب فيها مبلغ وقدره، هيتكلم في 15,000. ولكن انا مش هتكلم في 12 ولا في 10، انا هتكلم في 8,000. واظن دي سعر غير مبالغ فيه على الاطلاق. وان شاء الله ربنا يجعل لكم النصيب معايا. عندي الثلاجه بفضل الله مش ناقصها اي شيء، وثلاجه كسر زيرو بمعنى الكلمه. واظن 8,000 جنيه سعر غير مبالغ فيه على الاطلاق، لان الثلاجه بفضل الله كسر زيرو مكمل داخل الفيديو.